بنكمل مع بعض أحداث الفصل الرابع من قصة سندباد. Sinbad's friends are very happy to see him. Sinbad tells them all about his adventures, but after some time, Sinbad is not happy in Baghdad. أصحاب سندباد بيفرحوا قوي برجوعه من رحلته، وسندباد بيقول لهم على كل اللي حصل في المغامرات بتاعته، ولكن بعد فترة قليلة سندباد ما كانش سعيد في بغداد. I want to go back to sea, he tells his friends. A week later, Sinbad leaves Baghdad on a big tall ship. وبالفعل سندباد بيبلغ أصحابه إنه عايز يرجع للبحر مرة تانية، وبعد أسبوع سندباد بيرحل من بغداد على سفينة طويلة وكبيرة. He's very excited. It's time for some more adventures, he tells the captain. سندباد كالعادة الحماس كان واخده على الآخر، وبيقول لقبطان السفينة جه الوقت المزيد من المغامرات. The ship sails for 3 weeks, but one night there's a storm. The ship breaks here and there, and it must land. وبعد مرور 3 أسابيع من إبحار السفينة حصلت عاصفة جامدة جدا، والعاصفة ديت طوحت السفينة شوية هناك وشوية هنا وبهدلت الدنيا، وكان لازم إن السفينة ترسي على الأرض. In the morning the ship lands near a beach. Sinbad and some of the sailors go to find help. وبالفعل في الصباح السفينة بترسي في مكان قريب من الشط، أما سندباد وبعض البحارة بيروحوا يدوروا على مساعدة. They meet some strange men on the beach. Hello, can you help us? Sinbad asks them. But the strange men don't understand. فبيقابلوا رجالة شكلها غريب على الشط، وسندباد راح رامي السلام عليهم وقال لهم ممكن تساعدوني، لكن الرجالة ديت ما قدرتش تفهم هو بيقول ايه. Suddenly the men take Sinbad and the sailors to their village. Sinbad is now very afraid. Oh no, they're cannibals, he thinks. وفجأة الرجالة بياخدوا سندباد لقريتهم، وسندباد بيحس بخوف شديد وبيقول يا نهار أبيض، دول طلعوا اللي بياكلوا لحوم البشر. The cannibals اللي هم آكلي لحوم البشر. The cannibals put the sailors and Sinbad in a cage. فآكلي لحوم البشر مسكوا سندباد والبحارين اللي كانوا معاه وحطوهم في قفص. They give the sailors lots of good things to eat. هما ادوا للبحارة أكل كتير حلو علشان ياكلوه. The sailors are very hungry. البحارة كانوا جعانين جدا. Sinbad is hungry too, but he eats nothing. البحارة كانوا ميتين من الجوع، وسندباد برضو كان زيهم، بس ما كانش بياكل أي حاجة من الأكل اللي كان بيتقدم. Soon the sailors are fat. وبعد شوية وقت قليل البحارة بقوا مليانين كده، ما بيعملوش ولا أي حاجة طبعا، قاعدين ياكلوا ويشربوا ومفيش أي شغل وراهم ولا أي حاجة. And the cannibals are very hungry. وأكل لحوم البشر كانوا جعانين جدا. That evening they take the fattest sailor and eat him. وفي ليلة مسكوا أتخن واحد في البحارة وأكلوه. The next day they take one more sailor. وفي اليوم اللي بعديه أخدوا برضو بحار تاني وأكلوه. I must get out, thinks Sinbad. فسندباد قاعد يفكر ويقول أنا لازم أخرج من القفص ده. Sinbad is very thin and he can get through the cage easily. سندباد عشان كان رفيع جدا فكان بسهولة جدا يقدر يخرج من القفص. That evening when the cannibals eat their dinner, Sinbad runs away.
وفي الليلة دي لما أكل لحوم البشر بيخلصوا عشاهم سندباد runs away. سندباد بيتمكن من الهروب. The next morning سندباد arrives in a new country. وتاني يوم الصبح سندباد بيوصل لبلد جديدة. He sees some people. Are they cannibals too? thinks سندباد. وبيشوف ناس تانيين وبيفكر بيقول يا ترى دول أكلي برضو لحوم البشر؟ But these people are not cannibals. لكن الناس ديت باين عليهم كده مش أكلي لحوم البشر. They take سندباد to their king. وبياخدوا سندباد ويوصلوه للملك أو بيودوه للملك. سندباد tells the king about his wonderful adventures. وسندباد بيحكي للملك عن مغامراته الرائعة. The king listens carefully. الملك كان قاعد مستمتع جدا وبيسمع لسندباد وهو بيحكي له. You're a lucky man, he says. وبيقول له انت راجل محظوظ. You can make us lucky too. انت ممكن تخلينا احنا كمان عندنا حظ زيك. You must marry my daughter Aisha. انت لازم تتجوز بنتي عيشة. When Sindbad sees Aisha's beautiful face, he falls in love with her at once. وأول ما سندباد بيشوف وش عيشة بيقع في حبها من أول لحظة. Sinbad marries عيشة in front of the king and all the people. وسندباد بيتمم الزواج من عيشة قدام الملك وقدام الناس كلها اللي كانت موجودة في البلد. A year after the wedding. وبعد سنة من الجواز عيشة becomes ill. عيشة كانت تعبانة. A friend talks to Sinbad quietly. وكان في صديق بيكلم سندباد بالراحة كده بيقوله Be careful when a woman dies in this country. They bury the husband with her, he says. وبيقوله خلي بالك لما الست هنا بتموت في بلدنا بيدفنوا جوزها معاها. فسندباد بيقوله What? cries سندباد. سندباد طبعا اترعب فبيقوله نعم ايه اللي انت بتقوله ده. بعد كده عيشة becomes very ill. عيشة بقى بتتعب جدا and in the end she dies. وفي النهاية عيشة بتموت. The king buries سندباد with عيشة. والملك فعلا بيدفن سندباد مع عيشة. He also buries lots of jewels with them. وبيدفن معاهم مجوهرات كتيرة. Sinbad is now far under the ground. وسندباد بيكون في أعماق التربة. Sinbad waits to die. سندباد كان منتظر الموت طبعا هو مدفون حي. But suddenly he sees an animal near him. It's a big strange animal. سندباد كان منتظر الموت مصيره طبعا كان مدفون في أعماق الأرض وفجأة بيطلع له حيوان كبير وشكله غريب. Sinbad puts lots of jewels in his bag and quickly follows the animal through the ground. وسندباد بيحط مجوهرات كتيرة في شنطته وبسرعة بيمشي ورا الحيوان لحد ما يوصل لسطح الأرض. وبكده بتنتهي معانا أحداث الفصل الرابع من قصة سندباد. أتمنى تكون أحداث القصة عجبتكم وما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق للفيديو علشان ندعم القناة والقناة توصل لكل الناس. شكرا جزيلا. Thank you so much.